شيخنا، كيف تقضي يومك؟ أنا مسكين مثل ما يقضي المساكين يومهم حتى نقلد بعض الأمور التي لا، أنا ما أصلح لي أن يقلدني أحد وما أنصح بذلك، فأنا مسكين من أضعف الناس وأضعفهم في كل المجالات. تراجع حفظ القرآن مثلا دائما؟ هذا واجب، كل إنسان له ورده اليومي من القرآن بحسب ما من المراجعة والتفسير. لا يحفظه ويقرأ بحسب حاله، وأيضا حتى في التدبر والتفسير. تقلبات بعض شيوخ الدين أو العلماء كما ترى، يعني نرى عالم يعني بسمت جيد وبطريقة جيدة فجأة انقلب بسبب إغراء المال، بسبب التهديد، بسبب سلطة، يعني أسبابها شيخي. نعم، هذه الفتن عائذا بالله منها، والفتنة لا تأتي إلا على حال معصية. إذا كان العالم أو المثقف أو الفقيه في وقت من الأوقات واقع معصية لله، كبر، عجب، ظلم بلسانه أو بيده، أو أكل غيبة أو نميمة أو أي محرم من المحرمات، في هذا الوقت تأتيه الفتنة، مثل ما حصل لصاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أنا في حال ظلمه لنفسه، بحال كونه مقترفا للذنب، جاءته الفتنة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. إذن يعني الفتنة لا تأتي إلا بسوء مضمر داخل نفسه. نعم، إلا في وقت ضعف الإنسان، ووقت ضعفه لا يكون إلا باقترافه لمعصية لله، فتتمكن منه الفتنة.